السلام عليكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون عن اهميه النوم وتاثيره علينا احنا في بناء العضلات بتاعتنا. مبدئيا النوم حاجه مهمه جدا علشان العمليات الحيويه بتاعتنا تشتغل بكفاءه، زي ضربات القلب، ان انت ضغط الدم بتاعك يتظبط. فدي حاجه مهمه جدا. لذلك برضو الموضوع ده مهم جدا 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 ليك عشان تقدر تبني عضلات بشكل صح. لان باختصار هو مثلث اكل تمرين راحه طلباتك كلها متاحه. دي هي القاعده اللي احنا ماشيه عندنا في الفيتنس علشان تقدر تبني احسن شكل جسم بصوره كويسه. طب ايه اللي يحصل عندنا لو انا ما نمتش كويس؟ اللي هيحصل لك كالاتي: ان انت الوظائف الحيويه بتاعتك مش هتبقى شغاله بشكل كويس، فبالتالي ده هينعكس عليك وعلى صحتك وعلى قدرتك ان انت تقدر تبني عضلات. بالاضافه كمان هتلاقي على طول دايما مودك مقريف وعلى طول قرفان وزهقان ومش طايق حد. زائد كمان الموضوع ده هيعمل لك على طول دايما خمول وضعف. لذلك مهم جدا ان انت تهتم بنومك وان انت كمان تنام بدري. يعني حاول على قد ما تقدر دايما يكون نومك دايما في الفتره اللي هي من بعد العشاء لحد الفجر. دي افضل دايما فتره ان انت تقدر تنامها علشان الهرمونات البنائيه بتاعت جسمك تشتغل بشكل كويس. بالاضافه ان العوامل دي بتاثر اصلا عليك ان انت توصل لمرحله اسمها الديب سليب او النوم العميق. مرحله النوم العميق جسمك فيها بيفرز الهرمونات المهمه جدا اللي هتساعدك على البناء العضلي وتساعدك على راحه جسمك. طب لو انت يومك معكوس او ان انت يومك شغال بالليل وخلاص وهتضطر تنام الصبح، حاول دايما على قد ما انت تقدر ان انت دايما توفر شروط الديب سليب او النوم العميق، زي ان انت تقفل على نفسك النور وان انت توصل لمرحله ان انت ما تكونش شايف كف صوابعك من كتر الضلمه. بالاضافه كمان حاول ان انت تبعد عن مصادر الضوضاء او الازعاج علشان ما يكونش الجهاز العصبي بتاعك منتبه ان في ضوضاء، فبالتالي ساعتها مش هتوصل لمرحله الديب سليب.